افضل وقت تعمل فيه الهوك هو بعد ما تخلص الفيديو بتاعك، وان افضل طريقه تكتب بيها هوك انك تستخدم شات جي بي تي او جيميناي. دي معلومه سمعتها من حد في فيديو عجبتني الصراحه. خلينا نقولها بشكل مختلف. لو انت عملت فيديو عايز تعمل له هوك بعد ما صورته، ادخل على كاب كات، اعمل خيار الشروحات او الكابشنز التلقائي، دي النصوص اللي بتتكتب على الفيديو، وبعدها روح في الاعدادات في كاب كات وخد النص بتاع الفيديو كله. او لو انت كنت اوريدي مجهز نص الفيديو قبل ما تصوره، خد النص ده وروح حطه على جيميناي واكتب له الجمله دي: اديني 30 هوك قوي على السكريبت ده. عاده هتلاقي مقترحات كتير كليشيه واي كلام، ولكن هتلاقي فيهم كام واحد كده حلوين. ارجع قول له بقى ان الهوك رقم 18 مثلا او الهوك رقم 22 حلوين قوي، اديني بقى 30 مقترح تاني على نفس نوعيه الهوكات دي، فهتلاقيه بيديك هوكات اكتر واكتر. وبعينك هنا وتجربتك كصانع او مشاهد هتبدا تقول الهوك ده جامد. خد الهوك بقى وحطه كتكست عندك في بدايه الفيديو. عجبتني الفكره قلت اشاركها معاكم، لو عندكم افكار تانية شاركوني ونتكلم عنها. وطبعا تقدر تعمل كل الخطوات دي قبل اصلا ما تصور الفيديو، وبكده تكون طلعت الهوك قبل ما تصور.